يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت. فالموت هو الحقيقة الكبرى، كل حي سيفنى وكل جديد سيبلى، وما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمضة عين أو لمحة بصر تخرج فيها الروح إلى بارئها جل في علاه، فإذا بالعبد في عداد الأموات. ولكن ماذا يحدث لمن يموت في شهر رمضان؟ وهل يعذب من مات في رمضان في قبره؟ وهل يسأل عن أعماله أم لا؟ تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. إنها الحقيقة الكبرى، كل نفس ذائقة الموت، كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. ولكن ماذا يحدث لمن يموت في شهر رمضان؟ هل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وهل يسأل في قبره عن أعماله أم لا؟ رمضان هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، هو شهر العتق والغفران، هو شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات. ويظن الناس أن من مات خلال رمضان فإنه سيدخل الجنة ولن يحاسب على سالف أعماله وجوبا بموته في رمضان. والجواب لا، ليس هناك فضل يلحق من مات في رمضان، ولم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولكن إذا كان الموت في رمضان لم يرد بشأنه ما يفيد نجاة من مات في هذا الشهر، أو أن موته في هذا الشهر فيه رفع لقدره عند الله تعالى. لكن هناك أمرا لا يمكن أن نغفل عنه أو ننكره، وهو أن الموت في مثل هذه الأيام الفاضلة، أيام الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن، أيام المسارعة إلى الخيرات، أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. وعلى هذا فمن مات في مثل هذه الأيام فإن موته يحمل في طياته بشارة إذا كان ممن عرف بالصلاح والمسارعة إلى الخيرات حال حياته، فهذا حري أن يرجى له البشارة، لأن دأب المؤمن هو المسارعة إلى الخيرات في مواسم الطاعات. ومعلوم أن رمضان المبارك نهاره صيام وليله قيام، فالمؤمن في هذا الشهر لا يخلو في ساعة من ليل أو نهار من تلبسه بطاعة من الطاعات، فهو إما صائم أو قائم أو ذاكر لله عز وجل، وهذا هو سر البشارة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، وفي رواية: ثم يقبضه عليه. رواه أحمد والترمذي. فمن هنا تأتي البشارة لمن أدركته المنية في رمضان وهو كان من المؤمنين، فيرجى لمن مات في رمضان النجاة من النار والفوز بالجنان، لأن دأب أهل الإيمان في مواسم الطاعات المسارعة إلى الخيرات، وهم أبعد ما يكونون عن المحرمات. فمن هنا كانت البشارة:
هذا فضلا عن أن من مات في هذا الشهر المبارك لن يحرم دعوة صائم أو قائم، فهل بعد هذا الخير خير؟ وينشغل الكثيرون هل يعذب الميت في القبر في رمضان، وهل يسأل عن أعماله أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. في الحديث السابق دلالة واضحة على أن المرء متى مات ووضع في قبره يسأل عما عمله في الدنيا ليجازى به وفقا له. ولم يستثن الحديث الشريف أيام رمضان من ذلك، مما لا يدع مجالا للشك بأن من مات في رمضان وفي غيره يسأل كغيره في قبره. ولا يعلم المرء متى يموت وبأي أرض تعود نفسه لبارئها، لذا عليه دائما أن يحرص على طاعة الله عز وجل، ويجاهد نفسه باستمرار حتى يكتب له عند الله تعالى حسن الختام بما كسب وبرحمة من ربه عز وجل. رمضان أيام الصيام وتلاوة القرآن والقيام والمسارعة إلى الخيرات، وهي أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النار. من مات في هذه الأيام فإن موته يحمل بشارة، إن كان معروفا بالتقوى والصلاح والإيمان وعمل الخير والصدق في حياته، فالموت في رمضان يعتبر بشرى للمؤمن، والعكس مما سبق للكافر والظالم والفاسق والمنافق، فيعذب أشد العذاب لما اقترفه من ذنوب في رمضان خاصة، وهو من الأزمان المباركة. والأزمان المباركة مضاعفة فيها الحسنات ومضاعفة فيها السيئات، وفي حياته عامة. نعوذ بالله تعالى من الكفر والظلم والفسق والفجور، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يثبتنا سبحانه على توحيده وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. اللهم آمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.